النهارده بقى هعمل لكم سمك. بص، انا جبت شويه بصل وشويه خضار كده هو بتوم والكلام ده كده، وضربته في الخلاط ضرب جامد جدا زي ما انتم شايفينه دلوقتي. ايه، بقلب عليه شويه البهارات واظبطها اهو. انا جبت بقى السمك شبار في سمك تاني يا جماعه. المهم انا صاحب الاماراتي قال لي يا كابونجا انت لازم تعمل لي سمك زي كل مره انت بتعمله ايه في القاهره كده، فبعد اذنك انت لازم تعمل لي سمك النهارده. قلت له ماشي. قال اللي اعرفه الوحيد ده البولتي اللي انا بقطع فيه ده، لكن ايه فيه سمك هرمولي ده ومش عارف ايه. وجاب لي شويه ام الخلول ولا كابوريا، المهم ما علينا. انا جبت شويه السمك دول قطعتهم بالطول زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى احشيها من الجنب كده. ادي ايه، انا عاملها تلات فتحات عشان وانا بقليها تبقى كويسه جدا. ادي انا كده قلبت اهو، وبحط في الفوارغ دي في الفتحات دي، وبعد كده ايه ابتدي احط في الخياشيم بتاعتها برضو. كل حته فيك يا سمكه انا لازم احشيها. طبعا الاماراتي قال لي انا هشوف لو انت عرفت تعملي سمك، بص انا هرفع عليك قبعه. هم بتحداني، قلت مش مشكله. فتحت بطنها، وادي زي ما انتم شايفين كده اهو انا بحشيها. على فكره انا عامل تتبيله يا جدعان في حته تانية اقسم بالله، طعمها اساسا جامد جاحد. بعد ما حشيت بقى والكلام ده كده زي ما انتم شايفين كده اهو، انا اهو اخر واحده بحشيها زي ما انتم شايفين. دلوقتي هخش هنعمل ايه بقى، حاجه اسمها التلحيسه. تمام، التلحيسه دي يا جماعه عشان تبقوا انتوا فاهمين دي اهم حاجه في الموضوع كله. جبت كيلو دقيق وبجيب عليها شويه نشا بكب عليهم زي ما انتوا شايفين كده اهو. تمام، واحط عليها كركم. انت عارفين الكركم طبعا صح، الكركم الاصفر ده. المهم انا بعد ما عملت النشا وحطيته بضل اقلب بقى هتشوف دلوقتي وانا بقلب. انا دلوقتي بقسم الدقيق اللي انا عملته مع نصين. النص الاول بجيبه شويه كده بحط عليه شويه ميه واضل اقلب كويس جدا لحد ما تبقى ايه يا دوب ماسكه شويه، ولا هي طريه ولا هي ناشفه. والتاني النص التاني هخليه عشان اعمل بيه السمك زي ما انتم شايفين. انا حطيت السمكه ونفضتها وبحطها بقى كده ايه في التلحيسه. تاني كده اهو. تاني انا هجيب السمكه اهي، امسكها احطها في التلحيسه اهو زي ما انتم شايفين، وبغرقها. تمام، وبعد كده بطلعها فوق اهو. بصفي منها شويه التلحيسه دي. التلحيسه دي عباره عن دقيق ونشا وكركم. بعد كده بحطها على الدقيق. بعد كده يا جماعه اهو، برضو انا ممكن احط شويه بهارات برضو على التلحيسه عادي جدا، وبحطها على الدقيق برضو شويه البهارات. بعد كده بقلبها وبنفض الدقيق منها كويس، واحطها في الصينيه. اوعى وشك بقى هي في حته تانية. بصوا بقى، هتبدا تحمر اهي. وده ان ايه دايما اباشرها انا كده. بالنسبه لي السمك استوى الحمد لله، وحطيته زي ما انتم شايفين الصينيه التانية اهي. المشكله في الريحه، الزيت نضيف. طعمها بقى مقرمش. اوعى وشك انت في حته تانية. انا هشتغلهم في شيف يا جماعه. يلا بينا بقى. انا جابوا لي بقى ام الخلول دي بقول عليها، احنا بنسميها في اسماعيليه ام الخلول. غسلتها غسل كويسه جدا، وجبت ادي كابوريا. انا جبت شويه بصل على شويه توم على طماطمايه كده اهو، على فلفلايه خضراء، وقلبتها كويس جدا. بخليها دوب ايه تحمر، واحط عليها البهارات بتاعتي. اهم حاجه البهارات دي احطها واظبطها ومية مية. تمام، وضلني اقلب بيها كده. بعد كده جبت الكابوريا ورصيته واحده بواحده. اها. تمام. والمهم لازم اصفي الميه فيهم كده. انا هبدا اقلب كله على بعضه دلوقتي. هقلبه زي ما انتم شايفين كده اهو. موضوع بسيط جدا يا جماعه، لكن اهم حاجه النفس. بعد كده ايه بحط ميه. طبعا هناك مفيش ميه حنفيات. بحط ميه على طول، ميه معدنيه. في ميه حنفيات لكن ميه معدنيه كله بيحبها كده هناك. قاعدين زي ما انتم شايفين اهو. انا خلصت كده